انت عايزه مننا ايه يا دنيا؟ انت عارف شركات التسويق اللي هي بتتصل بيك عشان تقول لك يا فندم احنا عندنا يونت، عندنا وحده في الحته الفلانيه مع مطور عقاري جامد جدا ورخيصه خالص وفرصه رائعه مش هتتكرر يا فندم، سعرها بس 35 مليون جنيه. الحق يا فندم الفرصه دي مش هتيجي تاني. فانت صاحبنا قاعد يعمل سكرول وقاعد على الفيسبوك فشاف كده اعلان فقام داس بالغلط كده فقام لها حد بيتكلمه من شركات التسويق دول بيقول له ايه يا فندم معاك ساره؟ قال لها ايوه انا صرصور. فهي شايفاه كلاينت هندلعه ونقول له كيليو. فبتقول له يا فندم انا عندي الوحده الفلانيه وانت ابديت اهتمامك، ايه راي حضرتك نتكلم لو عندك اي اسئله؟ فبدا صاحبنا يسالها اسئله، قالت له طب ما ندخل زوم ميتنج. دخل الزوم ميتنج قعدوا 45 دقيقه يتكلموا تفاصيل كتير جدا. شويه قام قال لها والله يا ساره انا مهتم بس في شويه حاجات عايز اعرفها تاني. اتفضل يا فندم تعال ندخل زوم ميتنج تاني. اوكي دخلوا زوم ميتنج تاني قعدوا مثلا ساعه وربع ولا حاجه. طيب ساره تقريبا بتقفل الديل مع صاحبنا الكيليو الجميل ده، اتفق على كل حاجه وغالبا خلاص هو هيحول الديبوزيت بتاعها او الحجز يعني بتاعها في وقت قليل جدا، وهي فرحانه جدا لانها تاخد كوميشن حلو والامور بتتقفل وزي الفل. فساره منشكحه واذ فجاه بعد 3 ساعات تتفاجئ ان نفس الكلاينت كيليو الجميل بتاعنا مع شركه تسويق تانيه حجز في نفس المشروع. شاطت غضبا، هو بيقولوا كده شاطت غضبا كان في دخان بيطلع تمام، واتضايقت جدا ازاي وما اكتفتش بكده قامت راحت على كيليو وبعتت له رساله بتلسوعه فيها، لا مش بتلسوعه حرفيا يعني، بتقول له يا فندم انت دلوقتي خدت تعبي ومجهودي وقعدت اعمل معاك 1 2 3 4 وفي الاخر ما عملتش معايا الديل، عملته مع شركه تانيه يا فندم. طب ينفع كده؟ انت ترضاها لنفسي انا كده زعلانه جدا وحضرتك ضيعت عليا ومجهودي وليه 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 وبدات تلومه. كيليو جميل امل لها يا صرصور بصي، رقم واحد ان الكلاينت اللي هو هيشتري زي ما هو بيتكلم مع حضرتك بيتكلم مع 2 و3 و4 و5، دلوقتي ما بقاش في كلاينت عبيط يا صرصور، وبالتالي بيدخل زوم ميتنج ويدخل ميتنج ويتكلم في تفاصيل كتير جدا عشان يشوف الايجنسي ديت او الوكاله ديت او شركه التسويق ديت هتقدم له عروض مع الشركه اللي بيشتري منها احسن من الثانيه والثالثه ولا لا. فده طبيعي جدا يا صرصور، المفروض ان انت حد في السوق وعارفه الكلام ده كله. ويا صرصور اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده كله يجي تحت نطاق انك بتعملي شغلك يا حبيبتي، فبالتالي كون ان الديل تم او ما تمش ما ينفعش ان انت تزعلي، او حتى لو زعلتي انت مالكيش الحق ان انت تيجي تقعدي تلوميني. فقفلت معاه وخدت دش ساقع، لا مش حرفيا ما تروحش هناك تعالى، هي خدت دش ساقع من العميل. الكيليو الجميل بتاعها فعلا ده دش ساقع، بس هي طلعت بدش اكبر من كده او بفكره اكبر من كده، الا وهي انت ممكن تقعد تسعى في حاجات كتير جدا، انا ماشي في الطريق ده وبسعى فيه والطريق تاني وتالت ورابع عشان خاطر انت عايز تطور نفسك وتحسن دخلك وعايز تعمل حاجات جميله جدا وده حاجه جميله، لكن انت كنت معتقد تماما بان الطريق ده اخرته الباب الفلاني والباب الفلاني ده هو اللي هيجيب لك منه حاجه حلوه جدا. عايز اقول لك مش شرط، مش شرط يا عزيزي والله ما شرط، ما عليك الا السعي، تسعى كويس تاخد بالاسباب كويس تخدم نفسك تخدم مجتمعك تخدم بلدك، كل ده جميل جدا وتعمل فيه بكل قوه وتدرس ايه الاسباب اللي تخليك تتطور في مجالك، بس النتيجه مش بتاعتك، النتيجه دي من عند رب الاسباب. ربنا عايز يعلمك ما تتعلقش بالاسباب، ماشي يا صرصور واي حد بيسمعني، تعلق برب الاسباب هو اللي هيجيب لك نتيجه. لو في باب اتقفل مش مشكله، سعيك ده انت هتثاب عليه، سعيك ده ممكن يكون سبب ان في باب تاني احسن منه يتفتح. ممكن نختم القصه بالختامه الدراماتيكيه العاديه خالص بان ساره لقت عميل تاني وعملت معاه مجهود 1/10 من المجهود الاولاني وقام قفل الدين معاه. مش لازم نقفلها القفله دي، هي مش حبكه دراميه، انت حتى لو مش فاهم ليه ما عليك الا التسليم، عليك انك تشتغل، عليك انك تسعى، النتيجه دي مش بتاعتك بتاع ربنا، فنقبل بكل حاجه بس انت اسعى. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. خلي بالك ما تقولش تاني ليه بتعملي كده فينا يا دنيا.